السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجدي. حبايب برج الجدي، هتكلم معاكم عن يوم يحدث فيه تحركات كواكب كلها في صالحكم. هتكلم عن بداية انتقال المشتري يوم 26 مايو 2024، بداية انتقال المشتري إلى بيت المال، العمل والصحة بالنسبة لك برج الجوزاء، إلى جانب بالتزامن مع هذا اليوم وجود القمر في برجك في بيتك الأول. عندكم من الحظ مضروب في 2، عندكم من الحظ مضروب في 2. يعني الفترة هتبدأ معاكم انطلاقة رائعة، تغييرات نفسية، تغييرات إيجابية، وأيضا أمور تتعلق بالصحة. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة وتلك البداية الرائعة. لكن تنويه كده، الناس اللي بتتابعنا اشتراك، دي قناتي التانية يا جماعة. الناس اللي بتتابعني من القناة الكبيرة بتاعتنا، لا دي قناة جديدة. اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءة خاصة زي ما دايما بقول، بعمل قراءة مكالمة مباشرة الساعة 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك السنوات القادمة، كل حاجة بعرفها لك. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي انا كاتبه على عنوان الحلقة، ونبدأ في حلقة مهمة وبداية انفراجة بأمر الله وبشرة خير لحبايبي برج الجدي. ونقول ايه الجديد وايه اللي بيحصل وايه اللي جاي. هل اللي جاي احسن من اللي راح؟ بكتير بأمر الله. اللي جاي احسن من اللي راح بكتير. الاسباب، هقول الاسباب. اولا، انتقال المشتري كوكب الحظ الأعظم والأكبر إلى بيت بالنسبة لك يمثل العمل والصحة، اللي عانى منهم كتير برج الجدي، خاصة العمل. وفي نفس اليوم شوفوا بقى، يعني الحمد لله، يعني هيبقى بالنسبة لكم في نفس اليوم القمر في الجدي في برجك بيتك الأول. هيحدث معكم بداية، مش هقول في نفس اليوم، هيبقى في بدايات ومؤشرات لانفراجة طال انتظارها، وبدايات يجب أن تشتغلوا أو أن تتمسكوا بها. فترة من الفترات اللي هتبدأ معاكم والسنة قادمة. يعني أنا بتكلم على التحرك كوكبي أولا المشتري، ده بيقعد فترة طويلة جدا، شهور طويلة، لأنه من الكواكب الثقيلة في تحركاتها. عشان كده بنسد له الأهمية الكبيرة كل سنة أو كل ما ينتقل من برج الآخر. هو هنا ينتقل إلى بيتك، بيت العمل اللي كان فيه لخبطة وكان فيه بهدلة وكان فيه حاجات كتير ومنافسة ونفسنة وقرف وعك وشخصيات وبلاوي زرقاء كانت في حياتك في أي مكان. لكن خاصة في العمل أنت كنت بتتحارب من طوب الأرض، فعشان كده هتبدأ مرحلة النجاح، مرحلة ببشر بقى بالخير. تعمل ايه خلال الفترة؟ خاصة ان بداية من بكرة هيبقى في سعد نتيجة لوجود القمر ايضا. طبعا القمر موجود يومين ورا بعض، لكن القمر هيبقى في برجك انت، بيت شخصيتك، يعطيك الثقة، يعطيك القدرة على كل شيء، يعطيك عودة مرة أخرى إلى الطبيعة بتاعتك، وجودك، إثبات وجودك، إثبات حالتك، إثبات أنك الأفضل. وانت في طريقك كده هتشوف في ناس منافسينها كتير، يعني ناس فقر كتير هتشوفهم على حقيقتهم، لكن مش هيهمك كتير لانك انت هتكون متمكن، شخصيتك هتبقى افضل، مش هتفترس لحد، مش هتبص لحد. لكن على الجانب الاخر تأثيرات المشتري هتبدأ معكم من بكرة، الى جانب من الظهر اللي موجود في بيت العمل حاليا ايضا من امبارح. لكن المشتري يأتي والتجمع رهيب، والمشتري يسعد. ده في بيت ايه؟ ده في بيت العمل، يسعد كثيرا في بيت العمل. وفترة من الفترات اللي بتشهد بداية انطلاقة لمدة سنة قادمة تقريبا، يعني مدة شهور قادمة. انت من اقصى المحظوظين، فترة شهور، يعني استغلوا اي يوم في تلك المرحلة. فترة فيها حظ، فترة فيها انفراجة، فترة هيبقى فيها طاقة إيجابية، في فرص عند الكثيرين. اشتغلوا خلال الفترة، ابذلوا مجهود. أنا عارف إن أنتم بذلتوا مجهود كتير، لكن الشخصيات المعقدة بتوقفكم دايما في حياتكم. الشخصيات الفقر دايما بتوقفكم في حياتكم، لأن التوزيعة برضو الكوكبية كانت بتوقف لك دول في وشك. للأسف نحس كان كبير،
لكن الفترة بتشهد على مرحلة جديدة خالص لحياة الكثيرين منكم، طفرة كبيرة جدا هتحدث معاكم، انفراجة في أمور العمل، انفراجة في أمور السفر، هتلاقي العقبات بتنتهي. دي طاقة الكواكب ما هي إلا تصدير طاقة ليك وطاقة ورؤية الناس ليك، وأيضا بتجعلك أكثر ثقة في الترددات الطاقية التي بتنتج عن تلك التحركات الكوكبية، بتنقلك من مرحلة لأخرى. يعني انتوا اليومين اللي فاتوا اتحدى كنتوا كلكم تعبانين، اليومين اللي فاتوا كنتوا متبهدلين، اول امبارح واوله بامبارح شويه. ليه؟ كان في توزيع كوكبيه صعبه، لكن حاليا الدنيا هتتفك والامور هتبقى افضل، وهيبقى في طاقه افضل، في التردد الطاقي اللي موجود بدايه من بكره اروع من كده مش هتلاقي. بدايه لاي شيء، اللي عايز يبدا مشروع يبداه من بكره، اللي عايز يبدا في سفر يبداه من بكره. ايضا الامور الصحيه ستكون 100 يعني الفتره بتشهد على انفراجه صحيه للكثيرين بامر الله، انفراجه ما بعدها انفراجه. الكثيرين منكم على موعد مع الشفاء، الكثيرين منكم على موعد مع بدايه نظام صحي معين، الكثيرين منكم بأمر الله إذا دخل أي عملية بأمر الله عنده إن شاء الله نجاح في تلك العمليات، حتى لو مقترنة بعمليات تجميلية. أنت 100. فترة تشهد على كل شيء رائع للكثيرين منكم، وببشر بالخير، ببشر بالخير الكتير. الفترة استغلوا فيها الطاقة، استغلوا فيها، ولا تنظروا إلى مشاعر القلب اللي بتودي في داهيه كتير. نصيحتي ليكم نحاول نركز، نحاول ناخد بالنا. 26 هو يوم بالنسبه لكم رائع، خاصه ان القمر موجود في برجكم بالتزامن مع تلك المرحله. فتره رائعه وابشروا بالخير الكتير. انا عارف ناس كتير ضغوطات، صعوبات، حرب نفسيه، ما تعرفش ايه اللي بيحصل، ايه سببها، حاجات عجيبه وغريبه بتحصل، لكن ببشر بالخير الكتير. حبايبي برج الجدي بدايه من يوم 26 مايو، وكل شيء بامر الله استغلوه، كل شيء رائع بامر الله. عايز تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني او عايز تعرف الحقيقه، اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة مكالمة مباشرة ساعة 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا لك الله حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي مكتوب على الشاشة وعنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الجدي جميع الأبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.